بيوصل مع الكتابة ولا الصوت بيوصل متأخر؟ طب بص يا سنة أولى، هو الواضح كده رقم 2. لا بيوصل مع الكتابة. طيب رقم 3. يقول لي مجموع الاحتمالات الممكنة لكل النواتج الممكنة لتجربة عشوائية رقم 3. يكون بكام؟ مجموع الاحتمالات الممكنة لكل النواتج لتجربة عشوائية هيساوي كام؟ يساوي 1. رقم 4. إذا كان احتمال نجاح طالب 7/10، إذا كان احتمال نجاح طالب 7/10 فإن احتمال رسوبه هيساوي نقط. لو احتمال النجاح 7/10 عايز أجيب احتمال الرسوب، هقول له 1 صحيح ناقص 7/10 هيساوي كام؟ 3/10. إيه اللي بيسأل دي مراجعة ايه؟ دي مراجعة جبر وإحصاء سنة أولى إعدادي. ده اللينك ظاهر عندكم على الشاشة اهو، هناخده نبعته على الواتس. خليكم معايا ثواني. كان في هو مستمر بالتصوير حتى وانت طالع كده. رجعنا ليكم تاني سنة أولى، يا رب تكون الصوت واضح والصورة واضحة. آه، رقم 5 بيقول لي عند إلقاء قطعة نقود معدنية فإن احتمال ظهور صورة هيساوي كام؟ تمام؟ قطعة النقود المعدنية فيها كام وجه؟ وجهين. أول حاجة أكتب فضاء العينة. أول حاجة أكتب فضاء العينة، يا إما صورة يا إما إيه؟ كتاب. طب احتمال ظهور صورة هقسم
عدد مرات وقوع الحدث. كام مرة وقع الحدث قدامك؟ كام مرة وقع الصورة قدامك؟ 1. طب جميع النواتج كام؟ 2. يبقى 1 على 2. يبقى احتمال ظهور صورة يطلع كام؟ نص. احتمال ظهور كتابة طب لو قول لي عند إلقاء قطعة نقود معدنية، عند إلقاء قطعة نقود إيه؟ معدنية، احتمال ظهور صورة وكتابة معا، هل ممكن أرمي قطعة النقود فتطلع صورة وكتابة معا في نفس الوقت؟ طبعا ده حدث إيه؟ مستحيل. طب بيقول لي الجذر التربيعي لل 64 زائد 36 هيساوي 8 زائد نقط. خد بالك بقى عشان السؤال ده خطير قوي وبنتلخبط فيه كلنا. بيقول لي ايه؟ الجذر التربيعي الجذر التربيعي لل 64 زائد 36. تمام؟ الجذر التربيعي لل 36 زائد 64 هيساوي 8 زائد نقط. خد بالك هنا لما الاقي جمع او طرح تحت الجذر بعمل الجمع والطرح الاول. بعمل الجمع والطرح الايه؟ الاول. يعني 64 زائد 36 يديني كام؟ 100. طب وجذر ال 100 كام؟ 10. بص بقى اللخبطه في ايه؟ احنا كده جمعنا دول طلع كام؟ 100. جذر ال 100 كام؟ 10. عايز اقول لك الناتج 10 عباره عن 8 زائد كام؟ اقول له ال 10 دي 8 زائد 2. اوعى تتلخبط وتقول لي جذر ال 64 8 وجذر ال 36 6. لا يا حبيبي غلط. لما يبقى تحت الجذر جمع او طرح لازم اعمل الجمع والطرح الايه؟ الاول. رقم 7 يقول لي المعكوس الضربي لجذر 4/9 هو نقط. خد بالك هو مش عايز الناتج، هو عايز المعكوس الضربي للناتج. الناتج بتاع ده كام؟ جذر ال4 2 وجذر ال9 3. بس هو مش عايز الناتج ده، هو عايز المعكوس الايه؟ الضربي. يبقى المعكوس الضربي هو معكوس الضربي للكسر هشقلب الايه؟ الكسر. يبقى 3 على 2. تمام؟ الصوت واضح؟ والصوت مع الصورة ولا في اي مشاكل؟ ابعتوا لنا كده في التعليقات عشان نشوف الدنيا عاملة معاكم ازاي. سنة أولى الصوت ماشي مع الكتابة ولا الصوت سابق الكتابة ولا الكتابة سابقة الصوت ولا الدنيا جميلة وفاهمين كده 100 100؟ تمام. رقم 8
بيقول لي إذا كان سبعة ناقص 2 س بتساوي 3، فإن س هتساوي نقط. بيقول لي 7 ناقص 2 س بيساوي كام؟ 3، فإن س هتساوي نقط. اللي بيسأل ده سنة كام؟ ده سنة أولى. عايز أجيب قيمة س. قلنا س دي وحشة، بتحبش حد في الطرف إيه؟ بتاعها، فبتتخلص منهم. وأول حد بتقدر عليه الجمع والإيه؟ والطرح. فهتودي السبعة دي الناحية التانية بعكس الإشارة. لقينا مين هناك؟ 3. تتكتب الأول عشان ما تزعلش. طب والسبعة دي بالموجب تروح الناحية التانية بالإيه؟ بالسالب. يبقى سالب 2 س هتساوي 3 ناقص 7 سالب إيه؟ 4. لسه في رقم غلس مع س عايز أتخلص منه، اللي هو مين؟ سالب 2. هقسم هنا على سالب 2 وهنا على سالب إيه؟ 2. سالب 2 على سالب 2 طارت مع بعض، اتبقى لي ايه؟ س. طيب سالب 4 على سالب 2، سالب على السالب موجب، و4 على 2 فيها الايه؟ الاتنين، تبقى س بكام؟ ب2. بيقول لي اذا كان س بتساوي ص. س بتساوي ايه؟ ص، يعني الاتنين قد بعض. طب لو الاتنين قد بعض، س قد ص، لو طرحناهم من بعض يديني كام؟ س قد ص. لو طرحنا س من ص هيديني كام؟ 0. خلاص؟ يبقى لو س بتساوي ص، لو س بتساوي ايه؟ ص، وطرحنا س من ص هيديني الناتج كام؟ 0. بص بقى السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي فإن 3 على 5 أس س ناقص ص هيساوي نقط. مش انا لسه قايل لك ان س بتساوي ص، لو طرحناهم من بعض يديني كام؟ 0. يبقى س ناقص ص بكام؟ ب0. طيب اي عدد موجب او سالب اس 0 هيطلع بكام؟ ب1. يبقى لو عندك س بتساوي ص، فإن 3 على 5 أس س ناقص ص، 2 دول قد بعض، لو طرحتهم من بعض يديك كام؟ 0. يبقى أي عدد أس 0 بكام؟ ب1. لو عندي كده سالب 3 على 5 أس 2 هتساوي نقط. قلنا لما يكون الأساس سالب والأس زوجي، لما يكون الأساس سالب والأس زوجي بنعمل إيه في السالب ده؟ بيطير، هيتبقى لي 3 على 5. طب والأس ده أعمل فيه إيه؟ ينزل مرة أس البسط مرة أس المقام. يلا بينا. 3 أس 2، يعني إيه 3 أس 2؟ يعني العدد 3 مضروب في نفسه كام مرة؟ مرتين. 3 في 3 ب9. طب يعني إيه 5 أس 2؟ يعني 5 في 5 5 وإيه؟ و20. السؤال اللي بعد كده، لما يقول لي العدد 9,700,000 هيساوي نقط على الصورة القياسية. أنا عشان أكتب العدد ده على الصورة القياسية لازم أخلي قبل العلامة العشرية كام رقم؟ رقم 1، ويكون أكبر من 0 وأصغر من إيه؟ 10. طب 9,700,000 هل في علامة عشرية؟ لأ. أنت شايف علامة عشرية قدامك في الرقم ده؟ لأ. طب هنعمل إيه؟ تمسك قلمك الرصاص وتحط هنا علامة إيه؟ عشرية، عشان العلامة العشرية على اليمين ملاش إيه؟ قيمة.
طب انا عايز احرك العلامة العشرية من هنا اخليها هنا. هحركها كام خطوة؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى هضرب في 10 أس. هو أنا حركتها كام خطوة؟ 6. طب ناحية اليمين ولا الشمال؟ ناحية الشمال. 1 2 3 4 5 6. يبقى نضرب في 10 أس موجب 6. يبقى لما نحرك العلامة العشرية ناحية الشمال نضرب في 10 أس إيه؟ موجب. لتحريك العلامة العشرية اتجاه اليسار اللي هو الشمال يعني نضرب في 10 أس موجب نون. طب ايه نون دي؟ حيث نون دي عدد الخطوات اللي انت اتحركتها. عدد خطوات الايه اللي اتحركناها. رقم 3 أولى إعدادي. السؤال رقم 12 لسنة أولى بيقول إيه؟ العدد وعمل لي علامة عشرية 0 2 3 4 8 2 1. العدد ده هيساوي نقط على الصورة القياسية. على الصورة الإيه؟ القياسية. عشان اكتب العدد ده على الصورة القياسية لازم اخلي قبل العلامة العشرية رقم 1 بس، ويكون اصغر من 10 واكبر من 0. يبقى لازم قبل العلامة العشرية يكون كام رقم؟ 1 بس، ويكون اكبر من 0 واصغر من ايه؟ من 10. يبقى انا كده محتاج احرك العلامة العشرية من اول هنا لغاية هنا. يبقى 8 بعد كده العلامة العشرية 2 1. يبقى 8 و21 ايه؟ من 100. انا اللي يهمني يكون قبل العلامة العشرية رقم 1 بس، ويكون اكبر من 0 واصغر من ايه؟ من 10. واضرب في 10 أس. انا اتحركت يمين ولا شمال؟ ادي 1 2 3 4 5 ناحية اليمين. لما اتحرك ناحية اليمين اضرب في 10 أس سالب. أس ايه؟ سالب. اتحركت كام خطوة قلنا؟ 1 2 3 4 5. يبقى 10 أس سالب ايه؟ 5. خليك فاكر لما نحرك العلامة العشرية ناحية اليمين نضرب في 10 أس سالب. لتحريك العلامة العشرية اتجاه اليمين نضرب في 10 أس سالب. خلي بالك عشان احنا بنتلخبط على طول. سنة أولى الصوت واضح كده تمام والكتابة باينة ولا الصورة مبكسلة؟ اللي مركز معايا يعلق يكتب في التعليقات هو شايف الصوت سابق الصورة تمام ولا مبكسلة. محدش متفاعل غير جانا بس. الباقي فين؟ نام ولا ايه؟ بس في ناس بتبقى فاتحة وبتتفرج على التلفزيون. لما يقول لي مثلا هنا اتنين أس 3 في 2 أس 5 هتساوي نقط. ملك أحمد شفيق اهي، الحمد لله على السلامة. مين تاني معانا؟ الباقي نايم. هنا الأساس 2 وهنا الأساس كام؟ 2. عند ضرب الأساسات المتشابهة بنعمل إيه؟ بننزل الأساس ونجمع الإيه؟ الأسس. 3 و5 كام؟ 8. يبقى عند الضرب بننزل أساس ونجمع الأسس.
وعند القسمة بننزل الأساس ونطرح الإيه؟ الأسس. يقول لي 5 أس سالب 3 هتساوي نقط. 5 أس إيه؟ إيمان 5 أس سالب إيه؟ 3. هنا الأس سالب، عايز أخليه موجب. لما يكون الأس بالسالب عايز أخليه موجب، أغير مكانه. يعني هو فوق في البسط، أنزله أنا تحت في الإيه؟ في المقام. يبقى 5 أس موجب إيه؟ 3. طب والبسط أحط مكانه إيه؟ أحط مكانه 1. يبقى لو كان الأس سالب في البسط عايز أخليه موجب، أغير مكانه، أنزله تحت. أدي 1 ينزل. طب يعني إيه 5 أس 3؟ يعني العدد 5 مضروب في نفسه كم مرة؟ 3 مرات. 5 في 5 في 5 105 وإيه؟ 20. طب بيقول لي إذا كان أو بص المثال ده بيقول إيه؟ 3 أس 4 زائد 3 أس 4 زائد 3 أس 4 هيساوي نقط، واداني اختيارات. 3 أس 12 ولا 3 أس 5 ولا 6 أس 4. هنا خد بالك احنا قلنا عند الضرب بننزل الأساس ونجمع الأسس. طب عند القسمة الصورة مش واضحة. مين تاني الصورة عنده مش واضحة؟ بيقول لي 3 أس 4 زائد 3 أس 4 زائد 3 أس إيه؟ 4. احنا قلنا عند الضرب بننزل أساس ونجمع الأسس. طب عند القسمة بننزل أساس ونطرح الأسس. طب هنا خد بالك لا في ضرب ولا قسمة، ده زائد. لما الاقي زائد يبقى انزل الأساس وازود على الأس ده 1. الأس هنا 4، لما ازود عليه 1 يطلع كام؟ 5. يبقى هتساوي 3 أس 5. طيب 3 أس س زائد 3 أس س زائد 3 أس س هتساوي نقط. هنا في زائد صح؟ يبقى نزل الأساس 3 وزود على الأس 1. طب الأس اسمه س، لما ازود عليه 1 يبقى ايه؟ س زائد 1. رقم 17 بيقول لي ايه بقى؟ ربع العدد 4 أس 20 هو نقط، واداني اختيارات 4 أس 5 ولا 4 أس 19 ولا 20 ولا 4. لما يقول لي ربع العدد 4 أس 20 يبقى هضرب ربع في 4 أس ايه؟ 20. تاني لما يقول لي ربع العدد 4 أس 20 هضرب ربع في 4 أس 20. طب هنا دي 4 أس 20، المقام بقى 4 أس كام؟ 1. طب عند قسمة الأساسات المتشابهة بنعمل ايه؟ هننزل الأساس ونطرح الايه؟ الأسس. 20 نطرح منها 1 يديني كام؟ 19. يبقى ربع العدد
24 هيطلع 4 أس ايه 19. بص سنة أولى هنكتفي دلوقتي باللي احنا شرحناه، وكمان 5 دقايق هنعمل لايف تاني يكون أكبر عدد اتجمع والفيديو ما يبقاش تقيل عليكم. تمام؟ اللي عنده أي بقى تعليقات يبعتها لي على الواتس عشان خاطر اللي عنده أي مسألة